طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حالة جديدة من الحالات اللي هنحلها مع بعض ان شاء الله. احنا حلينا حالات قبل كده كتير، كان في حالة كارديولوجي وحالة نيورولوجي، والمرة اللي فاتت كان في حالة اكيوت بات كاري سيندروم، اكيوت فالمنت ليفر سيل فيلير. والحقيقة الحالة بتاعت المرة اللي فاتت دي كانت مختلفة، لان انا سبت ليكم انتم ان انتوا تجاوبوا الايتيولوجيكال دايجنوزس، وكان في اجابات اكتر من رائعة انها اكيوت بات كاري سيندروم، وكان معاها كومبليكيشن كمان باكيوت كيدني انجري. تمام. طيب النهارده هنحل حاله جديده من الحالات اللي عايزين نتدرب عليها كويس قوي ان شاء الله. حاله مهمه جدا جدا جدا، فيها 6 اسئله الكيس دي ان شاء الله. انا هجاوب 3 اسئله الاولانيين، وهسيب ليكم اجابه ال3 اسئله الاخرانيين. وعايزين نشوف برضو مين الطالب الشاطر الرائع الذكي جدا مذاكر كويس جدا جدا اللي هيجاوب ال3 اسئله. انا مش عايز واحد يجاوب سؤال واحد ولا 2، عايز واحد كلكم تجاوبوا 3 اجابات ان شاء الله. وبرضو تقولوا لي اجاباتكم ان شاء الله في الكومنتات. هنشر الفيديو ده ان شاء الله باذن الله على طول، ونشوف اجاباتكم، وبعد كده اعمل فيديو تاني برضو احل فيه ال3 اجابات الاخرانيين، واشوف مين فيكم الشاطر اللي جاوب اجابات صح ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نشوف الكيس بتاعتنا ان شاء الله. A female patient 34 years of age presented to the hospital with severe dyspnea, dull aching chest pain associated with general symptoms of night sweats, night fever, anorexia and weight loss. بالgeneral examination the patient was pale, sitting up in bed and leaning forwards. Blood pressure 105/70 mm mercury, and on inspiration blood pressure بقى 90/65 mm mercury. Temperature 38 degrees centigrade, congested pulsating neck veins وإديمة of both lower limbs. الابdomen enlarged tender liver وascites. بالcardiac examination there was weakness of the apex, weak apex يعني dullness outside the apex, weak distant heart sounds. أول سؤال أنا هجاوبه إن شاء الله، بيقول What is the most likely diagnosis؟ تعال نحلل الحالة كده ونشوف. أول حاجة في عندنا severe dyspnea with patient sitting up in bed and leaning forwards، يعني كانت قاعدة كده وبعدين مالت لقدام كده leaning forwards، يبقى عندها dyspnea فقعدت في البيد in bed، قعدت في السرير ومالت لقدام، يبقى severe dyspnea كانت قاعدة كده ومالت لقدام. طب يبقى prayers position، وده شفناه في كتاب cardiology in which disease، في الكتاب في الحته دي اللي قدامك في الصوره دي بالظبط، dyspnea which improves by sitting up and leaning forwards اللي هو البرايرز بوزيشن، وده شفناه in which disease في كتاب الكارديولوجي في حاله huge pericardial effusion اللي هي الكاردياك تامبوناد. طيب الحاجة التانية بيقول بقى any other findings to support your diagnosis، هل في findings معطيات تانية في الكيس تأكد التشخيص بتاعنا؟ قلنا severe dyspnea، كمان في dull aching chest pain لأن الهيوج pericardial effusion بيعمل stretch للبريكارديوم فبيعمل dull aching chest pain، weak apex و weak distant heart sounds لأن في barrier اللي هي المية دي بتخلي الأبيكس ان انت تحسها باحساس الابيكس بيبقى فيري ويك، والديستنت هارت ساوندز بتبقى مافلد وويك جدا وديستنت جدا، وكمان دالنس اوتسايد ذا ايبكس راجع كتاب الكارديولوجي. الحاجات دي بقى كلها congested pulsating neck veins بإديمة بانلارج tender liver واسايتس، دول signs of systemic congestion. طب افتح كتاب الكارديولوجي هتلاقي فعلا في درس البريكارديال افيوجن في signs of systemic congestion. وكمان البلاد بريشر low blood pressure, low systolic blood pressure كsign of low cardiac output، وبالانسبيريشن بينزل 90/65 اللي هو معناها ان حصل له pulsus paradoxus اللي هي ساين من اهم الساينز بتاعه الكاردياك تامبوناد. يبقى اذا الدايجنوزس بتاعنا huge pericardial effusion with cardiac اللي هو الكاردياك تامبوناد بالجيفن الموجود. طيب لكن this is just a clinical diagnosis only، واحنا دايما متعودين لازم كمان we still need an etiological diagnosis كمان. ما ينفعش تقول لي ان العيان عنده ميه في البريكارديوم وتسكت، لازم تقول لي سبب الميه ايه عشان اعالجه طبعا، لان العلاج لازم يكون فيه علاج بتاع السبب. etiological diagnosis should be mentioned. تعال نشوف دي سهله بقى. العيان عنده ايه الايتيولوجيكال دايجنوز؟ نايت سويتس، نايت فيفر، انوركسيا، ويت لوس، والتمبريتشر 38. يبقى انا غالبا بفكر في التوبركلوزس. ما ادانيش في الجيفن انه العيان ان احنا حللنا
للعيان وطلع عنده تي بي. ما هو لو كتب لك في الدايجنوزس، لو كتب لك قصدي في الحاله في الجيفن ان احنا حللنا ولقينا فيه مايكوبكتيريوم تي بي، يبقى لو اصطدت اي واحد ماشي في الشارع هيجاوب انه تي بي. طبعا لا، هو سايبها لك انت عشان تجيب الدايجنوزس مظبوط، بتخمن بالجيفن الموجود اللي هو نايت سويتس، نايت فيفر، وانوركسيا، ويت لوس، وتمبريتشر 38، فغالبا السبب تيوبركلوز اللي هو من اهم اسباب البريكارديال افيوجن. حد يعترض يقول لي بس التي بي صعب يعمل تامبوناد، نادر يعمل تامبوناد، مش كومون يعمل تامبوناد. ماشي، بس التامبوناد احنا اتفقنا ممكن يحصل يا اما بشويه ميه صغيرين حوالي 200 ملليلتر تملى البريكارديوم بسرعه، يا اما 2000 ملليلتر تملى البريكارديوم بالراحه في الاخر. انا عايز اوصل لحاله كومبريشن. الكومبريشن دي اتفقنا في الكورس يا اما 200 ملليلتر 200 سم بسرعه، يا اما 2000 سم بالراحه، وممكن تحصل في حالات النجلكتد tuberculous disease. Therefore, the full diagnosis is clinical diagnosis huge pericardial effusion cardiac tamponade, etiological diagnosis tuberculosis غالبا. طبعا محتاجين ناكد انه تي بي بالتحاليل، لكن بالجيفن غالبا انا فكرت ان دي tuberculous pleural effusion، سوري tuberculous قصدي pericardial effusion. طيب question number 2 بيقول، انا هجاوبه ان شاء الله برضو. give a full comment on the blood pressure. لقينا البلاد بريشر 105 على 70 وبيقل بالانسبيريشن ل 90، يعني بالسس بارادوكسس. السيستوليك كان 105 وبالانسبيريشن نزل ل 90، يعني نزل السيستوليك بلاد بريشر 15 ملم ميركوري، يعني اكتر من 10 ملم ميركوري during inspiration، ودي highly suggestive of pulsus paradoxus which is highly indicative of cardiac tamponade. طب ايه الفول كومنت اللي اكتبه في ورقه الامتحان عشان اخد فول مارك في السؤال ده؟ تجيب الاجابه من الكتاب مباشره. هكتب pulsus paradoxus decreased pulse volume during inspiration، وتكتب لي الديسكريبشن كامل، ديتكشن كامل، فاليو كامل، وبعدين تكتب لي الاكسبلانيشن كامل. على فكره الاكسبلانيشن الموجود في الكتاب ده هو صح جدا جدا زياده عن اللزوم، مش عشان انا كاتبه في الكتاب بتاعي، لا طبعا ده انا نقلا، انا نقل من كتاب هاريسون تكست بوك of internal medicine هاريسون اللي هو مرجع لكل العالم، وكاتب الاكسبلانيشن الموجود ده بالنص كده، فانا شرحته في الكورس كامل الحمد لله. وبعدين كانت تكلمني على other causes بقى of pulsus paradoxus وتكتبهم لي مظبوطين، اللي هم توب في اي بي، وبيشملوا constrictive pericarditis، restrictive cardiomyopathy، COPD، severe bronchial asthma، pulmonary embolism. وفي كتاب التشست وفي الكورس بتاع التشست شرحنا ازاي وليه الCOPD والسيفير برونكيال ازمه بيحصل لهم pulsus paradoxus، والاكسبلانيشن والميكانيزم هناك مختلف خالص عن الاكسبلانيشن والميكانيزم اللي هنا. السؤال الثالث انا هجاوبه برضو ان شاء الله، بيقول mention two most important investigations للحاله دي. ادي الدايجنوز بتاعنا، انا عايز اكد ان في ميه وكميتها قد ايه، انها هيوج، يبقى اعمل ايكو كارديوجرافي، وعايز اعرف سبب الميه ايه، تي بي، يبقى ايكو كارديوجرافي وتابنج. الايكو بياكد ان في ميه ويقول لي كميتها قد ايه انها هيوج، والتابنج يعرفني ان ده اسحب الميه بتاعت اللي موجوده في البريكارديوم واحللها تطلع لي suggestive of tuberculosis اللي هو الاكسوديت اللي هو في المعمل موجود في الكتاب في الخانه بتاعت الاكسوديت. وكمان يقول لي ان في tuberculous تي بي باسيلاي، لان التي بي زيه زي اي انفكشن، عشان اشخصه محتاج اشوف بعيني اورجانيزمز، وده يتقال في المعمل لما تبعت له العينه اللي انت خدتها بالتابنج يقول لي اكسوديت، وتقول لي شرح الاكسوديت مظبوط ان شاء الله. يبقى ده السؤال الثالث. السؤال الرابع انا هسيبه لك انت تجاوبه، اشوف مين الشاطر. بيقول What are the possible explanations of pallor in this case؟ العينه دي عندها pallor، قول لي بقى الاكسبلانيشنز بتاعت البالور. This needs a clever, hard working, smart student، واحد مذاكر كويس جدا، مذاكر كويس جدا. Question number 5 بيقول Describe the laboratory findings of the fluid obtained on tapping the ascites. يعني التابنج لما ابعته المعمل، اشرح لي بقى الاوصاف بتاعت الفلويد الاوبتين. برضو محتاجه واحد مذاكر كويس جدا جدا جدا، واكتب لي في الكومنتات ان شاء الله. السؤال الاخراني برضو انت تجاوبه ان شاء الله. بيقول How would you treat this patient
ودي محتاجة واحد برضو شاطر جدا جدا، كليفر هارد وركينج سمارت ستودنت. انتوا هتجاوبوا ال3 اسئلة الاخرانيين، وبعدين انا هعمل فيديو تاني ان شاء الله عشان اجاوب لكم ال3 اسئلة الاخرانيين دول ان شاء الله باذن الله. طيب احنا كده عرضنا الحالة دي، وانا جاوبت على ال3 اسئلة الاولانيين، ومستني ان شاء الله ان انتوا تجاوبوا على ال3 اسئلة الاخرانيين، ونشوف مين الشاطر جدا جدا اللي هيحلهم مظبوط ان شاء الله. Finally, only one incidence of neglecting only one of your patients, and you'll never ever 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 forgive yourself. مرة واحدة بس، ربع مرة تأثر في حق عيان من عيانينك، مش هتسامح نفسك أبدا. خلي بالك لو سمحت. Thank you very much.